سلام، مرحبا بكم في قناتي كويزين دو أمينة. اليوم رايحة نقدم لكم وصفة خبز النان الهندي. هاد الوصفة ناجحة 100% على ضمانتي، بشرط أنكم تبعوا الخطوات خطوة بخطوة، وانا رايحة نقول لكم كامل أسرار نجاحه. جبت غيسيبيون، حطيت فيه 3 كيسان فارينة مصيرين، مغرف كبيرة خميرة الخبز ومغرف كبيرة سكر. خلطت النواشف ملح وزدت 3 مغارف كبار زيت عادي، خلطوها تاني ملح، ونص مغرف كبيرة ملح، علبة ياغورت ناتور، ونخلطو كلش. ندخلو كامل المكونات مع بعضهم. جبت نص كاس حليب دافي، انا هنا كنت درتو كامل، لكن بداو ديرو غير بشويه. وشوفوا العجينه تاعكم، لخاطر كاين فرينه تتشرب وكاين لا. بديت ندير غير بالعقل. كيما كفانيش هذاك النص كاس حليب، زدت مام با نص كاس تاع الماء، هادو كامل بالتدريج. ومن بعد كي وصلت القوام، يعني العجينه بدات تلاصق شويه في يدي، لازم ما ديروهاش ناشفه وما ديروهاش تلاصق بزاف. انا حطيتها في العجانه، كملت عجنتها واحد 10 دقائق. كي تعجنت مليح كورتها، سقمتها، غطيتها بابي فيلم وبطرشون، خمرت مليح، ضاعف الحجم ديالها، كسرت لها الخميره، قسمتها الى 8 قطع، كورتهم سقمتهم وغطيتهم بطرشون. من جهه واحده اخرى وجدت الفرomاج، درت شويه فرomاج غابي، فرomاج بلون، درت لهم شويه تاع الثوم وشويه معدنوس وخلطتهم. بديت نجبد بالبوله، على خاطر كنت درتهم دي بولات بالحبه، وليت نحل بالحبه وندير لها الفرماج لداخل ونغلقها كيما راكو تشوفوا، بلا ما تخلوها تريح باش تعمروها بالفرماج. ومن بعد كي تعمروها بالفرماج التم اللي تخلوها تريح شويه، ما تخلوهاش تخمر بزاف بصح. ومن بعد باش تبداو طيبوا، تجبدوا من الحبه الاولى اللي حشيتوها بالفرماج، بداو من الاولى على خاطر تكون ارتاحت. تجبديها تحطيها فوق لو بلان دو طرافاي، تلقايها بدات تتنفخ شويه، هبطي لها هذاك تنفخ بيدك اولا، ومن بعد تبداي تحلي فيها بالعقل بيدك، وتجيبي الحلال تحليها رقيقه. هذا واش لازم ديري، ماشي تجيبي الحلال وتحطي هذيك لابول وتبداي تحلي ديراكتومون، لازم تكسري لها هذاك التنفاخ شويه. ان شاء الله تكوني فهمتيني. سخني المقله ولا طاجين ديالك، انا درت مقله تاع لي كراب، لازم تكون سخونه مليح مليح. ومن بعد ديري النار متوسطه، من داك زيدي شويه. جيبي الحبه ديالك اللي كنتي حليتيها وحطيها ديراكتومون في المقله. كي تحطيها ديراكتومون يبداو يطلعون نبولات من الفوق، فقاعات. واش ديري ديراكتومون تقلبيها، ومن بعد بدا يعبزي عليها هكذا كيما راكي تشوفي في لا فيديو هكايا. بدا يعبزي عليها، تبدا تتنفخ وحدها. ولا شتيها ما تنفختش، زيدي عاودي قلبيها، زيدي عاودي قلبيها حتى تتنفخ لك. لازم في مرحله التنفاخ هذيك تكون تزيدي لها شويه نار فوق المتوسط، باش غير تشم هذيك السخانه هذيك، هي تبدا تتنفخ تطلع. كي تشوفي في جهه راكي تعبزي عليها وما حبتش تتنفخ، عاودي قلبيها، زيدي عبزي عليها بالعقل، شوفي الجهه اللي رايحه تتنفخ لك عليها تتنفخ وحدها. انتي المهم كوني صبوره وما تزيديش بزاف النار، ماشي حتى تحرقيها. نعاود نوريلك بالخطوات. شوفي كيفاش نهبطها قبل بيدي باش نحلها بالحلال، وتحليها على سمك رقيق بزاف، يعني ماشي حتى يخرج الفرomاج كاع منها، مي رققيها واحد ميم با 1 سنتيمتر. فوالا هنا كي طابو كنت درت شويه توم مع زبده دايبه وشويه معدنوس. المعدنوس يقطعوه بزاف صغير، وبالبانسو ادهنوا كامل هذاك الخبز، وشنو ما تكتروش بزاف باش ما يقهمكمش وتجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوها. نتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامه.